لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. نادي الأهلي بطل لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه، علشان يضرب موعد مع نادي الزمالك في كأس السوبر. يعني ينفع الزمالك يلعب لوحده كده نهائي من غير الأهلي؟ مش هيبقى ليه طعم. الأهلي ما كدبش خبر، وبيكسب نادي بيراميدز 2-1 في نهائي كأس مصر لعام 2021 22. طيب، المباراة من أبرز النقط فيها الصراحة اللي لفتت نظري كرة ضربة الجزاء اللي الفار استدعى الحكم فيها والحكم لغاها. أنا عايز أعرف يعني هي إزاي مش ضربة جزاء؟ يعني إزاي مش ضربة جزاء؟ الحكم ده بالفار نادالك، أنت نهيت أو أنت ما رضيتش تحسبها ليه؟ هتقول لي أكيد المسافة ما بين اللاعب وما بين الكورة ما تسمحش إنه ممكن نتفاداها. لا، ده كرة حساسة. اللاعب اصلا المدافع هو المفروض ياخد دراعه ورا ظهره. دي ضربة الجزاء. هدف وليد الكاردي. محمد الشناوي. انا مش عارف اقول ايه والله، عشان انا كل فيديو بعمله بتكلم عن محمد الشناوي. معروف طبعا ان من مزايا او من اهم حاجه تكون في حارس المرمى يعني سرعه رد الفعل. سرعه رد الفعل. الكوره اللاعب حطها بدماغه في البعيده، يعني لو من شطب رجله كنا هنقول ماشي. يعني الراجل اللي حطها براسه في الزاويه البعيده، انت بتحلم مع الكوره. اتحرك مع الكوره. بالاضافه ان الكوره بعد ما ردت انت ما كانش عندك اي سرعه رد فعل، او انت قلت انها تسلل او كسلت تروح على الكوره كانت تحت ايدك. لو عملت كده كنت هتصدها. حطيت نادي الاهلي تحت ضغط بسبب عدم تركيز. والله يعني محمد الشناوي نفس الكوره طلعها حسين الشحات من على خط المرمى. كوره مرفوعه، ضربه ركنيه، عامله سويرف لبره، طالع ورا الكوره رايح ساب الجون خالص وطالع بره الستة ياردة. انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه بره الستة ياردة؟ انا عايز اعرف. واللاعب حطها ودخلت جون حسين الشحات. يعني سترك وسترنا احنا الكل. كان نادي البيراميدز هيجيب هدف التعادل، كانت هتبقى مشكله. ويا عالم بقى في ضربات الجزاء كان ايه اللي هيحصل. فالصراحه نادي الاهلي عايز حارس. اتكلمت قبل كده وبقول تاني، محمد الشناوي شكرا. شكرا قوي كده. كهربا. وهدف التعادل. كهربا ده كل ماتش بيقدم ورقه اعتماد. كل ماتش بيدي كده رساله لجماهير النادي الاهلي وللكل وللجميع ولكل المنتقدين. في افريقيا يقول لك ما تقلقش، انا هخلص لك الامور. في ماتش الهلال نزل، يعني الهدف الاول اللي جابه اخد احسن هدف في الجوله. هدف يعني بطريقه روعه. جه في نهائي الكاس رغم ان احنا مضغوطين بهدف ونادي الاهلي متاخر بهدف، بس كهربا يعني موجود بيقول لك انا موجود ما تقلقش. كهربا بيحرز هدف التعادل. طيب، انا عايز بس ياسر ابراهيم اديله حقه. ياسر ابراهيم عمل ارتقاء يا جماعه. عمل ارتقاء، جامب في الكوره. من السبب الرئيسي يعني الهدف ده يحسب لياسر اكتر من كهربا. طالع على الكوره جامب. يعني هدف ياسر ابراهيم. انا مش هتكلم ما واقول لكهربا. اي نعم الجون لكهربا، بس ياسر ابراهيم والجامب اللي عمله وانه يدخل في وسط المدافعين كده، وان الكوره اصلا كانت بره جسمه خالص وعمل فيها شغل كبير. حمدي فتحي. حمدي فتحي مش اول مره يعمل الزياده الهجوميه. لو تفتكر في ماتش الزمالك ماتش 3-0، حمدي فتحي كان في كل كوره بيزيد من العمق كده يدخل ال 18. بس في اي نقطه بقى هتكلم فيها علشان كولر تعبني نفسيا بامانه. يعني احنا متفقين ان لما الفريق اللي قدامك يبقى مدافع مقفل الخطوط، انت مش عارف تتحرك، مش عارف تعمل مش عارف تخترق الدفاعات بتاعته. حاجتين، يا اما انت بتلعب على الاطراف يا اما بتلعب على الكره الطويله. تمام. طيب انت عمال تحضر تباصي الكوره قصيره في نص الملعب مش عارف توصل. وصلت ازاي؟ وصلت بالكره الطويله على حمدي فتحي. لما حسين الشحات، هو حسين الشحات اصلا تلاقيه يعني هو لعبها من نفسه اساسا. قال يعني دي مهاره من اللاعب، مش يعني مش تعليمات منك، ولا مثلا انت باني تكتيك على كده. لا، ده هو حسين الشحات، لا هي عدلت اللعبه كده فانا هلعبها كده. ارجع لك لتغيير قفشه. عمرو السوليه اتصاب، تنزل قفشه صانع العاب.
ده عشان يصنع لعب بقى وكده. هيصنع لعب في يعني هيصنع لعب ازاي؟ هو الفريق اصلا كله نايم تحت. وبعدين قفشه مش في مستواه، قفشه مش موجود مش موجود مش موجود، ما عملش حاجه من اول ما نزل لحد ما طلع. انت كان العدل الصراحه يعني كنت تنزل محمد شريف. حد يقول محمد شريف ايه يا عم؟ كان عمرو السوليه. لا، كان محمد شريف ينزل مع كهربا في الصندوق ويلعب 4-4-2 ويلعب على الكوره الطويله، يلعب على الكوره الطويله طول المباراه. او لو انت عايز تلعب كوره قصيره كنت تنزل محمد شريف وتدخل بيرسي تاو في العمق تحت المهاجم بتاع 4-2-3-1. لكن تنزل لي قفشه. قفشه خلص. انا مش عارف قفشه كان بيعمل ايه في الملعب. بيحلق على فراخ بقى، بيحلق على اللعيبه، ما تعرفش هو بيعمل ايه. لكن كولر، المباراه دي لو احنا خسرناها كان يبقى بسبب كولر. ومن وجهه نظري مروان عطيه من اللعيبه، يعني راجل المباراه الصراحه. مروان عطيه راجل المباراه، زي ما قال كده مدحت شلبي مفسد الهجمات. مروان عطيه تسليم وتسلم، ديفندر، صانع العاب، بيلعب باك، بيلعب في الدفاع، حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني راجل يعني بيثبت نفسه. في اول مباراه بياخدها بعد تاني مباراه بعد مباراه الهلال بيلعب فيها بشكل رسمي، لا بيثبت نفسه. مروان عطيه مستقبل لاعب كبير جدا.